إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، قرب أن يحل علينا ضيف عزيز وزائر عظيم يظلنا مرة كل سنة، ضيف حق لنا أن نستبشر به ويهنئ بعضنا بعضا به. إنه شهر رمضان المبارك الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر صحابته بقدومه، فيقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهنيئا لمن أدرك رمضان، وبشرى لمن بلغه الله رمضان. قال ابن رجب رحمه الله: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ فبلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، ويدل عليه حديث أورده الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه في الثلاثة الذين استشهد منهم 2، ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فالرؤي في النوم سابقا لهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة، وأدرك رمضان فصامه، فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. فافرح أيها المسلم بقدوم رمضان، واستعد له بترك المعاصي ومضاعفة القربات والإخلاص في الطاعات. فكم من متشوف إليه أقعده عن صيامه المرض، وكم من منتظر له باغته الموت وألم به الأجل.